اسكو على بالكم بلي كاين ناس يقدروا يشوفوا الجنون؟ ناروكس. واش راح نحكي لكم بكره كامل قصه حقيقيه وصلت لواحد من المتابعين. بس قبل ما نبداو تساو الجيم ابوني وديروا لي فولو في لي كونت تاعي تاع السوشيال ميديا يكونوا تحت في الديسكريبشن. وخلينا نبداو. تحكي أميرة وتقول اللي كانت عايشة في عائلة متكونة من 3 أولاد، 2 بنات ويماها وباباها. الحكاية هذه صارت لها كي كان في عمرها من 6 سنين ل 8 سنين. كانت هي وخوتها الكبار عليها دايما يشوفوا عباد في دارهم لابسين كلش كحل. كانت دايما تقول لدارهم مي جامي يأمنهاش واحد، دايما يقولوا عليها بلي راهي تتخايل ولا ما تعرفش مازال صغيرة. واحد النهار كانت أميرة سهرانة هي واختها مع خوها، كانوا يشوفوا في فيلم ويماها وباباها كانوا راكدين. كي كانوا يتفرجوا الفيلم راحوا لبيتهم باش يرقدوا. هنا شافوا 2 عباد عند البنك تاعهم، واحدة بيضة قاعدة عند البنك تاع اختها ولا واقفة عند البنك تاع اختها، واحد كحل واقف عند البنك تاعها. وفي لحظة اختفاو هذوك الزوج وسمعت حس خارج من البيت تاع يماها وباباها. خرجت من بيتها هي واختها باش تشوف واش كاين. صابت ضوء خفيف خارج من البيت تاع اخوها اللي كان البيسي شاعل. ايا راحت لبيت يماها طل من واحد الثقبة، قالت لك كانت كاينة ثقبة مش عارف كيف في البيت تقدر تطل منها. راحت تطل هنا تشوكات. ايا هنا اميرة شافت واحد الزوج دراري صغار ينقزوا فوق يماهم وباباهم هما يضحكوا، وهذوك الذراري جايين ما عندهمش ملامح. سقسات اختها اسكو راهي تشوف واش راهي تشوف اميره. هنا اختها اكدت لها بلي راهم يشوفوا في نفس الحاجه. ايا من بعد اميره واختها راحوا يرقدوا باه ينساو واش شافوا في هذيك الليله. مع الوقت ولا تجيهم حاجه نورمال تهرموا ولاو يشوفوا بزاف عفايس بيزار. مي هكاك كانت تقول باللي مازالوا دراري صغار ويخافوا من هذو الصوالح. واحد المره خوت اميره كانت راقده وجات لها نفس المراه اللي شافتها قبل ايامات. ايا هنا اميره شافتها وقالت لي يماها وهي تاشر لها على المراه شوفي يما. هنا يماها كانت تقولها ما كاين والو، ارقدي راكي غير تتخيلي. موراها رقدوا وهما ميتين بالخوف. وخطره وهما يتفرجوا في فيلم تاع خوف هما وخوهم الكبير قالوا بالك رانا متاثرين بزاف بالافلام تيرمون كانوا يشوفوا بزاف الافلام. بصح الصدمه تاعهم كانت كي اكد لهم خوهم الكبير اللي هو فان يشوف هذا الصوالح. يعني تاكدوا باللي الدار تاعهم مسكونه ولازم يجيبوا راقي في اقرب وقت. وكي راحوا بين 3 يقولوا لي يماهم واش راهم يشوفوا، هنا ولي يماهم داتهم على قد عقلهم وامنتهم وراحت دارت على هضرتهم وراحت جابت راقي للدار. لكن الامر ما خلاش هنا. اميره كانت دائما كي ترقد يجيوها كوابيس وتنم روحها تجري في جبل ويجري موراها واحد رافد فاس. كانت تقول بلي دائما يجي هذا المنام كل ما تطيح من الجبل تفطن، كل ما ترقد يتعاود المنام. اي قعدت في هذيك الحاله حتى كبرت باه ولات ما تشوفش هذوك الصوالح. وفي الاخير قالت لكم اميره الحمد لله يا ربي اللي طاها القوه هي واختها انه ما يهبلوش، خاطر شي باسكو دري صغير كي يشوف هذوك الصوالح قادر يهبل ولا مانيش عارف قادر يتوحد ولا هذا. وقالت لكم ثاني بلي ننصح اي واحد عنده وليد ولا اختو صغيره اذا قالت له هكا عفايس ما يديها بشكل جدي، خاطر قادرين كاين بزاف داير يشوفوا هذا الصوالح ودارهم ما على بالهمش ولا ما يامنوهمش كي يهضروا معاهم. وفاني قالت لكم ديروا لايك وابوني، هي قالت لكم مشينا. وهنا تكون خلاص الحكايه تاعنا، كانت حكايه خفيفه ظريفه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك سبسكرايب بارطاجوه مع اصحابكم. وهذا مكان السوشيال ميديا تاعي راه في الديسكريبشن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بيس اوت.